اول حاجه هخزنها لشهر رمضان هخزن القلقاس. هقول لك كل التفاصيل عن القلقاس، بس تعالي الاول نسموه بسم الله ونصلي على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. مع قناه سر الصنعه مع ايمان شاهين. تابعوني ونوروني يا حبايبي واشتركوا معايا، وكل اسرار وكل حاجه جديده ومفيده ان شاء الله مش هبخل عليكم بيها وهقولها لكم. اولا كده، الشتاء لازم نزل على اي خضار وبالذات القلقاس. هتاكلي احلى خضار وهتاكلي احلى قلقاس. احلى بقى وقت تاكلي فيه القلقاس شهر طوبة. الشتاء ينزل عليه، بس شهر طوبة ده ميته تحس ان هي مسكرة سبحان الله. فاحلى وقت بقى تاكلي فيه القلقاس او تشتري فيه القلقاس الشهر ده. طبعا هتاكليه طول السنة لما تخزنيه، بس احلى وقت تشتري فيه الشهر ده. تمام يا حبايبي. تاني حاجة، لما تيجي تشتري القلقاسية اشتري القلقاسية المدورة المحمرة دي بناتي، ما تجيبيش المطاولة. تمام، وتجيبيها لونها بامبي كده ووردي كده، والزهرة اللي فوق كده تبقى بامبي برضو. بالنسبة بقى للوزن، الوزن اللي يناسبك، بس ما تعديش عن الكيلو ونص. احلى ميزان للقلقاس كيلو. كيلو و200 جرام، كيلو ونص قوي حلو قوي. ماشي يا حبايبي. بالنسبة للتقشير واسهل طريقة تقشري بيها القلقاس، قطعيها على 4. خلي الراجل حتى يقطعها لك البياع على 4 وانتي تقشريها. مفيش اسهل من كده. ماشي يا بنات. وتقطعيها بقى الذوق اللي تحبيه، عايزاها مكعبات صغيره، عايزاها مكعبات كبيره، حسب ذوقك بقى في الاكل. ماشي. بالنسبه بقى للغسيل يا حبايبي، بالنسبه للغسيل في ناس بتغسله بميه سخنه، في ناس ما بتغسلوش خالص، في ناس بتمسحه بفوطه. يعني انا هقول لك بقى طريقه حلوه قوي هتريحك من الميه السخنه، وهتريحك من المسح، وهتريحك من مسح القلقاسيه وكده. اذا كانت بفوطه مبلوله او فوطه ناشفه، هقول لك طريقه ناجحه قوي قوي، طريقه سهله، وبصي مش هتغلبك خالص. ماشي. انا بقطعه كده بقى ايه زي ما قلت لكم، الحجم اللي مناسب ليا بقطعه. ماشي يا حبايبي. اهو بوريكي المكعبات كلها قد بعضها اهو. هقول لك بقى انا هجيب ايه، هجيب ليمونه او ليمونتين وتعصريهم على القلقاس زي ما انتي شايفه كده. اعصري الليمونه كلها او ليمونتين، ولا ميه بقى سخنه ولا مسح ولا حاجه. هجيب ميه من الحنفيه، يعني الميه اهي ميه من الحنفيه، دي مش ميه سخنه، بس انا مش عن مش عارفه اصور عند الحنفيه، يعني بعيده عليا. ماشي يا حبايبي. فانا جبته قدامكم، هغسله بميه ساقعه بليمون، ولا ميه سخنه ولا اي حاجه، لغايه ما الماده الجيلاتينيه اللي فيه دي تنزل خالص، مع انها مفيده قوي قوي، بس احنا مش عارفين قيمتها. في ناس طبعا ما بتغسلوش وبتحب الماده الجيلاتينيه دي، حاجه حلوه برضو. هفضل اغسله زي بنات ايه، زي الرز، تغسليه مره واثنين وثلاثه لغايه ما ميته تبقى رايقه كده، والزفلطه والماده الجيلاتينيه دي تروح منه خالص. ماشي يا حبايبي. الطريقه دي ناجحه وبنعمله كده على طول، ولا ميه سخنه ولا اي حاجه. انا كنت الاول زمان كنت بغسله بقى بصراحه بميه سخنه، لما بلاقيت الطريقه ديت بميه ساقعه، لان انا بعد ما بخلصه بميه سخنه لقيتهم بغسله بميه ساقعه. طب ايه، طب ما انا اغسله بميه ساقعه وخلاص. والليمون هتحسي بزفلطه في القلقاس، عليكي بالليمون بيضيع بصي اي مزلقه في القلقاس. تفضلي تغسلي فيه لغايه ما يبقى زي الفل كده يا حبايبي. ماشي. ترجعي بقى تعبيه مثلا ايه على كيستين او كيسه واحده. القلقاسيه بالذات لا تعمليها طبخه، لا تعمليها طبختين، يعني ما تضيفيش معاها قلقاسه غريبه، عشان دي هتاخد سوا ودي هتاخد سوا. علشان كده بقولك لما تيجي تخزني هاتي قلقاسيه كبيره، يعني هاتي قلقاسيه لا تجيبيها كيلو، لا تجيبيها كيلو ونص. الكيلو ونص دي هتقسميها على 2، والكيلو دي هتحطيها على واحده بس، على كيسه واحده، حسب استخدامك برضو في الاول وفي الاخر. ممكن الكيلو واحده دي، القلقاسيه الواحده دي ممكن تقسميها 2، ممكن تعمليها واحده، فحسب استخدامك. فانا عشان حسب استخدامي انا هقسمهم على 2. يعني هقسم حجم القلقاس ده كله على 2. هو مش كتير، هي مثلا ايه، يعني هيصفي معايا بتاع كيلو الا ربع قلقاس، فهيبقى ياما عليا شهر رمضان. حاولوا خلوا بالكم شهر رمضان بالذات ما بيحبش الخضار كتير، يعني ايه كله بيبقى صايم، هياكل معلقه او 2. فخلوا يعني اللي كنت بتاكليه مثلا نص كيلو في الايام العاديه، لا خليه اكتر من ربع كيلو، يعني 300 جرام بس، حلو قوي عليكي كده. ما تكتريش عن الحاجه، ما تهدرش منك والحاجه تتكب. ماشي يا حبايبي. ان استفدتوا معايا بقى ما تنسوش تنوروني وتشتركوا معايا، وان شاء الله كل حاجه جديده وكل معلومه مفيده او وصفه او اي حاجه ان شاء الله مش هبخل عليكم بيها وهوريها لكم. كده انا قسمتها على كيستين زي ما قلت لكم اهو،
وهطلع الهواء اللي فيها خالص علشان اربطه وما ياخدش مني مكان، وابططه كده افرده افرده القلقاس عشان ما ياخدش معايا مكان في التلاجة او الفريزر. ماشي يا حبايبي. وزي ما قلت لك احلى وقت للخضار كله عامه، بس بالذات عشان يبقى مسكر قوي القلقاس والبسله. البسله احلى بسله تاكليها برضو الوقت ده، والسبانخ. فحبايبي احلى يعني، عايزه بقى تخزني الشهر المفترج وعليكم بخير، كل سنه وانتم طيبين. الوقت ده خزني خضارك اول حاجه، خزني خضارك وصلصتك ودنيتك، وهنخزنه المره اللي جايه ان شاء الله البسله، وباسهل الطرق برضو عشان مش هتاخد معانا وقت ان شاء الله، وبطريقه سهله باذن الله. ما تنسوش بقى تشتركوا معايا وتنوروني في كل جديد ان شاء الله.